السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد من غاوي اكل وعمر. والنهارده قررنا نقارن بافلو برجر مع ويلز كيتشن. صراحه مقارنه عظيمه جدا، والاثنين كانوا فاتحين جنب بعض فمغرين انك انت تقارنهم جدا يعني عارف ده هنا وده هنا، طب بعيد عن بعض شويه. طيب ان شاء الله تبقى مقارنه جميله. واحنا جبنا من هنا بيف وهنا تشيكن. فيلا بينا نبدا الفيديو. بس ثواني، احنا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ودعوا لاخواتنا في غزه والسودان وجميع الدول العربيه، ربنا ينصرهم يا رب. يا رب. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا نبدا الاول بايه؟ اللي جاي الاول. ماشي، اللي جه الاول ويلز كيتشن. وجبنا من ويلز كيتشن تشيكن وبيف ومعاها مشروب كولا هم اللي عاملينه وكريم مش عارف ايه، كريم ايه، كريم صودا. فندوق ونجرب. يلا بينا نجرب التشيكن. يلا بينا. واو عظيم جامد جدا ما شاء الله. لا شكله العيش بص كده ملمسه ده شكله جامد جدا. بصوا يا شباب، يعني بصوا الشكل ما شاء الله. ده اسمه كريسبي فرايد تشيكن. ده جميل. انا شكل العيش روعه. انا اصلا جامد. قسم كده بسم الله. بسم الله. باين احنا عارفين العدل. ماشي. صراحه جامد. شكله تحفه. روعه. بسم الله. لازم نغص. بصراحه الفراخ جميله نظيفه مش مزيته. جبنه شيدر تحفه، بيبظ بزازان جميل قوي. انت اتكلمتش على احسن حاجه فيهم العيش. والعيش صراحه العيش روعه كده، ان هو صابح جدا. وبعدها تخش بقى في الجبنه اللي هو فعلا طعمها باين ان هو جبنه شيدر تحفه. وطبعا مش هنتكلم على الفراخ، المنظر كان باين اصلا يعني. كانت تحفه بجد. لا تقييم للساندوتش 10 من 10 وجميل جدا. لا عظيم. يلا بينا على بافلو برجر تشيكن بقى. بس تعالى نفصل بالكريمي اند سويت. كريم اند سويت ماشي. كريم صودا. انا هشيلها في المونتاج. هات الكوبايه. نفتحها الاول. هات يا حبيبي. بروح الجيم. لا واحد الجيم. انت بعد الاكل ده الجيم هيفرق. عيب عليك انا. معرفش الكريمي في الصودا بتبقى مش عارف، ما بتعجبنيش. لا اللي هو يعني اظن كريم كراميل زي شبيهه كريم كراميل يعني. الله عليك. هو ده اللي انت لسه حبيبي. حط بقى. فعلا. تشيز. مفيش تشيز. بسم الله. هو كريم كراميل بس على فكره حلو. يعني مش وحش، لان انا بدوق كريم كراميل منتجات تانية مش. انا عمري بصراحه ما دوقت كريم كراميل صودا. اظن دبل دير عاملاه كريم كراميل. بس جميله والله. معقول. يلا بينا التشيكن. دلوقتي هنجرب التشيكن داتش بافلو برجر. واو. ده اصلا بظه جمدان. بظ من الاول. هو العيش صابح صراحه برضه، بس المنظر الثاني كان مغري، بس الجبنه اللي حواليه اغرتنا. يلا بينا. طبقه اظن ده اسمه بيكن. بيكن وعليها فراخ. شكله جامد صراحه. خد انا هاخد دي وانت تاخد الكبيره، بس انت ما بتعرفش تقسم اصلا. بسم الله نجرب. في اظن برضو مشروم. في مشروم فيها. انا لسه لاقي واحده مشروم. ايوه عظيم. يلا بينا ندوق. بسم الله. البيكون جميل. لا دوق كله كده. تحس بطعم الشوي كده فيه. صح؟ عارف ايه اللي عجبني كمان؟ ايه؟ المشروم. انت مش ما بتحبش المشروم؟ لا فعلا ما بحبش المشروم، بس ده طعمه حلو قوي. انا صراحه المشروم انا ما حسيتش بيه قوي، فده بالنسبه لي حاجه حلوه. بس صراحه انا مش عايز اكذب، بس الاثنين جامدين. هو ده طعم وده طعم، بس ده حلو وده حلو وده حلو فعلا.
بصراحه يعني انت لو بتحب الشوي وطعم الشوي والحاجات اللي هي كده، لا بافلو برجر. لو انت عاوز حاجه جبنه وشيدر وبتاع ويلز كيتشن عظيم جدا. يلا بينا على بعض. يلا بينا بقى نقارن البيف. انت عمر لو هتجيب ده او ده هتجيب انهي؟ صراحه انا اللي هجيب ويلز كيتشن صراحه. انا حاسه حلو. انا بصراحه يعني ممكن برضه اجيب ويلز، بس لما يكون نفسي راحه لحاجه كده، عارف، حرشه بقى وريحه شوي بقى والدلع ده. بافلو جامد. لا بس انا برضه هحتفظ برايي انه ويلز جامد. طب يلا بينا نجرب البيف. يلا بينا. وبرضه العيش جامد شكله ما شاء الله. العيش بتاعهم لا روعه. هو جميل اصلا. اقول لك بس اسمه تشيزي لافا. ماشي. ده تشيز لافا بسعر 153. ولا حته كتير. اللحمه انا مش بص اللحمه. انا عاوز اوريكم يا اولاد اللحمه. بصوا حته لحمه قد ايه يعني. بصوا حته لحمه قد ايه. لا عظيم جدا. ده يعني ما شاء الله كريمين قوي. اللحمه غالبا جواها جبنه كمان. ايوه فعلا هو جواه جبنه. هو بيبقى بيحط، ما هو تشيز لافا اكيد هيبقى فيها جبنه جوه. اوه وده كده في النص يعني. بصوا جبنه يعني، ولحمه جبنه واللحمه والفراخ فراخ. لا عظيم. عارف بقى سخنه؟ لا كان ساحب، بس هي على فكره سخنه. هي ما زالت سخنه. لا قصدي لو يعني اللي هي سايحه قوي على طول. بسم الله. حاطين برضو جبنه تحت على فكره كمان، مش تحت بس. روعه. بس انا عاوز اوصل للجبنه اللي جوه. طعم المخلل مع تحفه جامد صراحه. ظابطها قوي. انا مش عارف اقول ان اللحمه تحسها مفرومه شويه كده. مفرومه. هي مش حاجه وحشه، بس انا مش حاسس بريحه الشوي. ولا انت حاسس بيها؟ بسيطه. صراحه اصلا البيكن بتاع بافلو كان فيه ريحه شوي اكتر. بس صراحه طعمه روعه يعني. ده طبعا روعه. لا حلو، بس لا ما مش عارف. انا حاسس ان في افضل من كده شويه. بصراحه حاسه جميل جدا، بس يعني ايه زي ما عمل في احسن. ان الشوي انا بحب صراحه الحاجات دي تبقى مشويه شويه. بس الحاجات دي اظن بتتعمل على الجريل. مش عارف والله. مش شوي. هي اللي بتبقى صح زي سماش برجر كده. لا ده مش سماش برجر. ما اعرفش والله. ده سماش برجر ما بيكونش جواه جبنه فعلا. ليه ممكن احط جبنه عادي. لا كنت اعمله لك بس انت ما رضيتش نعك. يا عم شكرا يا عم. بسم الله. ايه ده بيبسي. تعالوا نعمل بيبسي اول. لا ده انا تسلم. هي الازازه بسعر 19 جنيه بس صراحه. الواحده؟ بسعر طعم بيبسي جدا. هي فعلا طعم بيبسي قوي. مش كوكا كولا. ماشي. انا بحس ان هو في فرق بينهم، بس بحس ان هو لا ده هو بيبسي. ما علينا. الحاجات دي خلاص بقت مقاطعه يعني. لو عايز تعرف تجيب حاجه ساعه ايه، اتفرج على الفيديو اللي هسيبه لك في الاي بي فوق. عظيم قوي. يلا بينا نجرب الاكس ايربن من بيف تشيكن برجر. بيف بافلو برجر. نسيت اسمه. لا جامد. شكله جامد صراحه. هو بافلو اصلا مشهور باللحمه. بافلو برجر يعني لحمه. بص الحته دي. لا صراحه انا متحمس. في حلقات بصل كمان فيها. في حاجات كتير موت. شكله عظيم قوي جدا. يلا بينا. بسم الله. بسم الله. حاسس على فكره ويليز. مع ان ده حلو على فكره. مش عارف ولا ايه. ويليز احسن. مش عارف. ده طعم اللحمه ضعيف. وكمان يعني ايه مفيش ريحه الشوي زي التاني. كان في التشيكن الشوي اكتر. ازاي؟ مش عارف. مع انه المفروض بيبقى فرايد، بس مش عارف ازاي صراحه. ممكن ده بقى اقوى حاجه عند بافلو في البيف. ممكن. بس ايش يعني صراحه ويلز كيتشن تفوق على نفسه. انا على فكره كنت اسمع عن ويلز كيتشن غير من قريب يعني. اسمع بافلو برجر كتير. بس صراحه ويلز كيتشن عظيم. هو بصراحه المره دي اللي كسب معانا في البيف
ويلز احسن من بافالو، بس برضه بافالو كويس. بس انا كنت عاوز احس بطعم شوي اكتر، وكمان يعني اللحمه تبقى اكتر شويه. انا طالب 150 جرام. انا طالب 150. يعني ايه 150 جرام؟ هو انت لما تيجي تطلب من بافالو بيديك يعني مثلا عاوز 150 250 كده. مش دبل ولا سنجل وكده؟ لا. فانا اخترتها 150 جرام، فممكن عشان كده ما حسناش باللحمه قوي. بس ده على فكره ده سعره ده زي سعر ده، يعني دول قريبين من بعض. بافلو اغلى على فكره في البتاع ده، في بجد والله. مش عارف طبعا. لا انا شفت الاسعار. انا بصراحه لما جبت تشيكن هجيبه من بافلو، والبيف لا هجيبه من عند ويلز. وانت؟ انا صراحه لان اكتشفت ان ويلز كان عيشه كويس وحاجاته كويسه كلها، فلا انا حاسس ان انا بعد كده هكمل مع ويلز. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب في القناه، واهم حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات لو في مطعمين تانيين عاوزين نجربهم. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.